المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. أسهلها بالعناوين. وزارة التجارة والصناعة تصدر إعلان بخصوص المحلات التجارية والممتلكات. جهود لدراسة الموروثات الثقافية والروحية في صنعاء. تكريم المتفوقين بجائزة دندن في الإقليم الجنوبي. مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعزز تحالفها بجوازات سفر مشتركة. ختام تدريب عسكري مشترك بين روسيا والصين. ومصرع العشرات في غرق قارب في نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت وزارة التجارة والصناعة في 16 من سبتمبر إعلان بخصوص المحلات التجارية والممتلكات. ذكر في الإعلان بأن رخصة العمل للعام المالي تصلح من الأول من يناير وحتى 31 من ديسمبر بموجب الإعلان رقم 128 لعام 2002، وإنه قابل للتجديد في 6 أشهر الأولى للعام التالي بدون عقوبة، والتجدد في النصف الثاني للعام التالي بعقوبة، كما يتم إلغاء الرخصة في حال التأخر في التجديد بدون تقديم الأسباب، مبلغا أصحاب الأنشطة التجارية بالقيام بإجراءات التجديد وإلغاء الرخص التجارية في الوقت القانوني المحدد. وأضاف الإعلام بالسماح بتجديد الرخص التجارية التي لم تجدد من عام 2016 وحتى 2018 حتى نهاية العام الحالي 2024، وإن المتخلفين عن هذا التوقيت تلغى رخصهم التجارية تلقائيا. وتعتبر الرخص التي لم تجدد حتى نهاية عام 2024 من تلك الرخص التي لم تجدد قبل العام المالي 2016، خاصة تلك التي كانت تجدد بشكل عشوائي في الإقليم الأوسط، ملغية في حال تأخر تجديدها. وبخصوص الرخص البلغاء، يجبر أصحاب تلك الأنشطة التجارية التقدم إلى مكاتب إصدار الرخص لسداد ما عليهم من التزامات مالية وضرائبية ليحصلوا على شهادات براءة الذمة. أعلن المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس إن الجهود تبذل لدراسة علمية للموارد الثقافية والتراثية والدينية والمواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها مديرية صنعفة. جاء ذلك بمناسبة حولية أبو نعنبس ذات المضمون الثقافي والديني التي يحتفى بها منتصف سبتمبر. ودعا المشاركون في الحفل الذي يجري في دير أبو نعنبس بسهل سمجانة إلى نقل الفعاليات التراثية للحولية إلى الأجيال. وقال مدير مديرية الصنعة السيد إدريس علي شكر إن ثقافة وقيم المجتمع تعكس الهوية وجزء من التطور الوطني، ويجب تطوير وتوسيع التراث الغني بالتنظيم والتقدم والتقديم. يبعد دير أبو نعنبس 12 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة صنعفة. نظم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا حفل جائزة دندن في 13 من سبتمبر الجاري بمدينة دكام حري لتكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. كرم 136 طالبا من الذين أحرزوا 3 درجات فما فوق في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام من ملتحقي مدرسة ورساي كالو من المدارس الثانوية بمديرية دكام حري وسجنيتي وعدقيح وصنعفة وصرون وميعيني. وأفاد في كلمته سكرتير الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم السيد جرماي قبرو بأنه قد تم تكريم 881 طالبا في الأعوام الثلاثة الماضية. وأشاد مسؤول المدارس الثانوية في مكتب التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ جبر ميكائيل عقبة جبريل على جهود الاتحاد لتشجيع وتحسين المستويات الدراسية للطلاب، مهنئا المتفوقين وآبائهم على الإحراز. وأوصى مدير مديرية دكام حري السيد يماني أبره بدوره الطلاب بمواصلة الجهود في دراساتهم الجامعية للنجاح في مسيرتهم الأكاديمية. وأوضح الحائزون على ميدالية الدرجة الكاملة الطالب محمود أحمد دين
وهي لزقة والدبرهان إن سر نجاحهم واجتهادهم الشخصي والمتابعة الجدية لآبائهم والمعلمين، وإن الجائزة تحملهم المسؤولية للعمل بوفاء في دراساتهم الجامعية وخدمة الوطن والشعب. كما حصلت مدرسة دقمح الثانوية على كأس التفوق بتسجيلها أعلى عدد من المتفوقين. تجري أعمال بناء طريق ترابي جديد من قلب إلى أفعبة الذي يشق جبال أسقاك ووادي هيكونو وصولا إلى إدارة ضاحية فلكت في مديرية أفعبة بمشاركة الشعب وعمال المؤسسات الحكومية. وقال عضو مجلس إقليم عنسبة الأستاذ سخل سنبت تسفى مريم من الدراسات أثبتت بأن الطريق الجديد يخفض المسافة من قلب إلى شعب عبر أفعبة إلى النصف، وسيكون له إسهام كبير في الأنشطة الزراعية والحياة الاجتماعية والحركة الاقتصادية للمنطقة. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية قلب السيدة أدحانة عامر أنهم ظلوا يطالبون ببناء طريق قلب شعب حتى تنفيذ الطلب. أطلق سكان المديريتين النفير بالتنسيق ما بينهم لبناء هذا الطريق. وأفادت السيدة أدحانة بأن المزارعين كانوا يقطعون 264 كيلومترا من شعب إلى قلب عبر قحتيلاي وأسمرة وكرن لنقل إنتاجهم الزراعي، وتخفض المبادرة المتخذة المسافة بأكثر من 100 كيلومتر. نظم مكتب الزراعة في مديرية عد قيح دورة تدريبية من 8 وحتى 10 من سبتمبر حول الزراعة الأسرية المصغرة. وأوضح منسق البرنامج السيد طعام زرقوم أن التدريب شامل تربية الدواجن والنحل والأبقار الحلوب وتنمية الخضروات للمزارعين من ضواحي مندفرة ودرعا وحينبة ومعلوية. ودعا مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد يوهانس كفلماريام المزارعين لتطبيق التدريب في مزارعهم، مؤكدا تقديم وزارة الزراعة الدعم والمتابعة اللازمين. ونادى المزارعون من جانبهم لاستمرارية مثل هذا التدريب وتوسيعه. وذكرت منسقة برنامج الزراعة الأسرية في الإقليم الجنوبي الشابة سليما ويت كستين التدريب أولي ويجب تطويره بالعمل على الاستفادة من الموارد الموجودة في محيطهم. استشهد في 3 من سبتمبر في يوغندا المناضل يعقوب أسفها عن عمر بلغ 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل يعقوب أسفها بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1973 وخدم في مرحلة النضال في القوات المقاتلة وجهاز الصحة المركزي والتمريض وحتى مستوى الكتيبة. وبعد الاستقلال في وزارة الصحة مديرا لمستشفى وعضو في هيئة إدارة قوات الدفاع والفرقة العسكرية 20. المناضل يعقوب متزوج وأب لابن واحد، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 16 من سبتمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب الفرقة العسكرية 20 عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل يعقوب أسفها وسن، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملائه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال رئيس مالي إن بلاده وبوركينا فاسو والنيجر ستطرح جوازات سفر بيومترية جديدة في إطار انسحابها من كتلة غرب إفريقيا لصالح تحالف جديد لمنطقة الساحل بعد أن استولى القادة العسكريون على السلطة في الدول الثلاث. وأعلنت هذه الدول التي يقودها المجلس العسكري بشكل مشترك في يناير أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس المؤلفة من 15 عضوا، والتي سعت إلى إقناعها بإعادة النظر في قرارها. من جانبها أعلنت بوركينا فاسو أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطرح جوازات سفر جديدة بدون شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وحذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أن انسحاب الدول الثلاث من شأنه أن يقوض حرية الحركة والسوق المشتركة ل 400 مليون شخص يعيشون في الكتلة التي يبلغ عمرها 49 عاما.
أكملت القوات البحرية والجوية الصينية والروسية المرحلة الأولى من التدريبات العسكرية المشتركة التي تحمل الاسم الرمزي المحيط 2024 للقيادة والأركان الاستراتيجية، والتي استمرت 5 أيام. وبحسب بيان أعلنته وزارة الدفاع الصينية، فإن التدريبات تهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين وتعزيز قدرتهما على الرد على التهديدات الأمنية. وجرت المناورات في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي والبحر المتوسط وبحري قزوين والبلطيق، وشارك فيها أكثر من 400 سفينة وغواصة وسفينة دعم ونحو 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري التابع للقوات البحرية والقوات الجيوفيضائية، و7000 وحدة من الأسلحة والمعدات، وأكثر من 90,000 جندي. تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث 41 راكبا في قارب غرق في نهر بولاية زنفرة بشمال نيجيريا، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وقال مسؤول محلي إن القارب كان ينقل 53 مزارعا إلى أراضيهم على نهر غومي حين غرق في منتصف الطريق. وأعرب الرئيس بولا أحمد تينوبو في بيان عن تعاطفه بعد مقتل أكثر من 40 مزارعا في حادث القارب. وشهدت هذه المنطقة من غومي منذ بضعة أيام فيضانات كبيرة أرغمت أكثر من 100,000 شخص على الفرار. ووعد تينوبو بتقديم دعم للضحايا جراء حادث الغرق والفيضانات. وتشهد نيجيريا كثيرا حوادث غرق مراكب، وخصوصا خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموما إلى تحميل القوارب فوق طاقتها وسوء الصيانة وعدم الامتثال لقواعد السلامة. قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن إعصار بيبينكا الذي وصل شنغهاي محملا بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة يعد أقوى عاصفة تضرب المدينة منذ 75 عاما. ونصحت السلطات سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بتجنب مغادرة منازلهم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري شنغهاي الرئيسيين. وقد ضرب الإعصار منطقة ليغانغ نيو سيتي الساحلية شرقي المدينة، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية. وقالت شبكة CCTV الصينية الرسمية بعد وقت قصير من وصول إعصار بيبينكا إلى اليابسة إن العاصفة التي تضرب شنغهاي هي الأقوى منذ إعصار غلوريا عام 1949. وأفيد عن إجلاء 9,000 شخص من جزيرة تشونغمينغ التي تقع عند مصب نهر يانغتسي، كما أغلقت جميع الطرق الرئيسية السريعة. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. وزارة التجارة والصناعة تصدر إعلان بخصوص المحلات التجارية والممتلكات. جهود لدراسة الموروثات الثقافية والروحية في الثقافة. تكريم المتفوقين بجائزة دندن في الإقليم الجنوبي. مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعزز تحالفها بجوازات سفر مشتركة. ختام تدريب عسكري مشترك بين روسيا والصين. ومصر على عشرات في غرق قارب نيجيريا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.